في عصر الملاعب الحديثة أصبح الجمال المعماري والابتكار عملة نادرة. في هذه الحلقة نسلط الضوء على ملاعب رياضية غريبة ومميزة بعمارتها وشكلها والأماكن التي شيدت عليها. من ساحات القرون الوسطى إلى قمة ناطحة سحاب، إليك عشرة منها. ملعب أوتمار هيتسفيلد في سويسرا. يقع ملعب أوتمار هيتسفيلد على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى ملعب في أوروبا. الملعب محفور في سفح الجبل، لذلك عندما تمر الكرة فوق الشبكة يكون الطريق طويلا لاستعادتها. لا ينمو العشب على هذا الارتفاع، لذا يجب أن يستخدم الملعب العشب الصناعي، نظرا لكونه مرتفعا جدا بحيث لا يمكن للسيارات الوصول إليه. يصل كل من اللاعبين والجمهور عبر التلفريك. بدلا من ذلك، ملعب الصخرة في أبو ظبي لم يتم بناؤه بعد، لكن ملعب الصخرة الذي يحمل اسمه الحرفي قد فاز بالفعل بالعديد من الجوائز. تم نحت هذا المبنى المذهل الذي يتسع ل40,000 مقعد مباشرة على جانب سلسلة جبل حفيت. قد يبدو الأمر أشبه بمخبأ أحد أشرار سلسلة أفلام بوند أكثر من كونه ملعبا رياضيا، لكن هذا المكان يتمتع بقلب أخضر، وقد تم إنشاؤه كجزء من البيئة المحيطة به وليس مقاطعة لها. ملعب أوكسفورد يونايتد قد يكون أقل بريقا من الملاعب الأخرى في القائمة، لكنه اكتسب مكانة في القائمة بسبب احتوائه على 3 مدرجات فقط بدلا من ال4 القياسية. كان مخططا أن يبنى الملعب وفقا للوضع القياسي، لكن أثناء البناء هبط نادي أوكسفورد يونايتد في التصنيف، وتم اعتماد السعة الأصغر نظرا لأنها أكثر ملائمة. ملعب إيدي في جزر فارو. هذا الملعب هو موطن فريق جزر فارو الوطني الصغير، وهو محاط بالكامل بالمياه، ويقع بين بحر نرويجان وبحيرة نيوارا فاتن. كما يوجد في الملعب مندوب على متن قارب تتمثل مهمته في استعادة جميع الكرات المفقودة في البحر. الملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس تشيلي. لعب هذا الملعب دورا بارزا في مشروع فني عام 2006، فقد قام الفنان سيباستيان إيراسوريس بزراعة شجرة ماغنوليا حقيقية بارتفاع 10 أمتار في وسط الملعب مباشرة، لتمييز المكان الذي قام فيه الدكتاتور بينوشيه بتعذيب السجناء السياسيين قبل 30 عاما لمدة أسبوع واحد. تم فتح الملعب خارج السياق للجمهور كمنتزه، وتوج المعرض بمباراة كرة قدم أقيمت أمام 15,000 شخص، وكانت الشجرة لا تزال مزروعة في المنتصف.